أهلاً بيك في فن العلاقات، البودكاست اللي هنساعدك فيه تفك شفرة المشاعر. النهاردة عندي ليك سؤال واحد بس، هل اللي قدامك بيحبك بجد؟ يعني إزاي تعرف إن مش مجرد كلام على السريع؟ إزاي تخلي الحب يكون حقيقي مش لعبة؟ الحب ليس مجرد كلمة تقال، بل هو مشاعر تترجم إلى أفعال يومية. فكيف تميز بين الحب الحقيقي والمجاملات العابرة؟ لغة الجسد بتقول كل حاجة. لو بيحافظ على نظرة عينه وهو بيسمعك يبقى مهتم بيك فعلاً. هتلاقيه ملاحظ تفاصيلك، بيعرف انت بتبتسم ازاي، بيحفظ طريقة كلامك، حتى مشروبك المفضل في الكافيه. ومش هيسيبك لوحدك قدام الناس، دايماً هيعملك إحساس إنك الأهم. الصراحة والأمان. الحب الحقيقي هو إنك تقدر تكون أنت من غير ماسك، وتقول أي حاجة من غير ما تخاف إنه يحكم عليك. أول حد تجري عليه لما يكون في مشكلة، أول حد بتعترف له بكل شيء بدون الخوف من اللوم أو العتاب أو حتى الإهانة. اسأل نفسك، لو كان تعبان أو مشغول هل هيجي يقعد معاك برضو؟ هل بيعتذر لو أخطأ؟ هل بيعملك إحساس إنك محمي حتى لو أنت ضعيف؟ الزعل بس بطريقة حلوة. المشاكل بتكون صحية لو بعدها بتحس إنكم بقيتوا أقرب. الفرق بين الحب والعلاقة السامة إن الزعل مش بيبقى حرب إلغاء، لكن فرصة تفهموا بعض أكتر. كلمة أخيرة، الحب كالنبتة، إن اعتنيت بها بصبر ستزهر، فلا تتعجل، وابحث عن الشخص الذي يشبه البيت الآمن لا مجرد محطة عابرة. الحب ليس أن تجد الشخص المثالي، بل أن ترى الكمال في الشخص الذي تحب. قل لنا في الكومنتات، أنت شايف إيه أكتر علامة بتثبت إن الحب حقيقي؟ سلام عليكم.